رقم 111 لسنة 1969 القاتل. ثانيا الحكم على صدام حسين مجيد نحن أهلها بالسجن 10 سنوات ارتكاب. رغد صدام حسين تفاجئ العالم وتنشر فيديو لآخر ما قاله والدها قبل إعدامه لأول مرة بعد مرور السنوات. قبل أن نبدأ أخي الكريم، أتمنى أن تشترك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد إن شاء الله، ولا تنسى اللايك والمشاركة. مرحبا بكم أعزائي الكرام. نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مقطع فيديو لما قاله والدها في قاعة المحكمة خلال النطق بالحكم عليه، وذلك في ذكرى إعدامه في 30 من ديسمبر من عام 2006. مقطع الفيديو نشرته رغد صدام حسين على صفحتها بمنصة إكس بدون تعليق، وكانت رغد قد نشرت كلمة صوتية مسجلة لها في هذه الذكرى قالت فيها: تمر علينا اليوم ذكرى استشهاد والد الرئيس صدام حسين رحمه الله. هذا اليوم الذي يحيي ذكراه الكثيرون من الأحرار في العالم. حافظ والدي على هيبة العراق والعراقيين حتى آخر لحظة في حياته، وهو مؤمن قوي صابر وحافظ على كل قيمه ومبادئه. وتابعت: اليوم أصبح واضحا للجميع أكاذيب أمريكا والغرب وأطماع الفرس في الأرض العربية دون استثناء. ذلك التوجه كان واضحا ومفهوما للعراق، وخضنا ضدهم حربا طويلة. قادسية صدام ل8 سنوات قدم فيها العراقيون الكثير من الشهداء دفاعا عن أرضهم وأمتهم، وانتقدنا البعض على تلك الحرب حتى حكم العراق بعد عام 2003 أبناء إيران الفارسية في التوجه والعقيدة والتربية ليتركوا الساحة العراقية خالية من كل معاني الكرامة والحرية. 20 عاما مرت على الفجر الأحمر، الاسم التي أطلقه الأمريكيون على عملية اعتقال الرئيس العراقي صدام حسين وانتزاعه بطريقة مذلة من حفرة العنكبوت بمدينة الدور قرب تكريت. قيل إن سائقه أو أحد حراسه وشى به للأمريكيين، وحصل على المكافأة السخية 25 مليون دولار أمريكي، في حين أن الثابت أن صدام حسين بعد المحاكمة نفذ فيه حكم الإعدام في 30 من ديسمبر من عام 2006 عقب اعتقاله المشهود من قبل قوات خاصة أمريكية. وضع صدام حسين في زنزانة مساحتها 4 في 3 أمتار في مكان مجهول، وقيل في وصفها إنها كانت تحتوي على طاولة وكرسي بلاستيكي بلون وردي إضافة إلى سرير، فيما كانت حركاته في الغرفة الصغيرة من دون أي استثناء تحت مراقبة الكاميرات على مدار الساعة. فصدام حسين هو خامس رئيس لجمهورية العراق والأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية في الفترة ما بين عام 1979 ميلاديا وحتى 9 من أبريل عام 2003 ميلاديا، ونائب رئيس جمهورية العراق عضو القيادة القطرية ورئيس مكتب الأمن القومي العراقي بحزب البعث العربي الاشتراكي بين عام 1975 و 1979. برز إبان الانقلاب الذي قام به حزب البعث العراقي ثورة 17 من تموز عام 1968، والذي دعا لتبني الأفكار القومية العربية والتحضر الاقتصادي والاشتراكية والعلمانية. كما لعب صدام دورا رئيسيا في انقلاب حزب البعث عام 1968، والذي وضعه في هرم دولة البعث كنائب للرئيس البعثي اللواء أحمد حسن البكر. وأمسك صدام بزمام الأمور في القطاعات الحكومية والقوات المسلحة المتصارعتين في الوقت الذي اعتبرت فيه العديد من المنظمات قادرة على الإطاحة بالحكومة. وقد نمى الاقتصاد العراقي بشكل سريع في السبعينيات نتيجة سياسة تطوير ممنهجة للعراق، بالإضافة للموارد الناتجة عن الطفرة الكبيرة في أسعار النفط في ذلك الوقت. وصل صدام إلى رأس السلطة في دولة بعث العراق، حيث أصبح رئيسا لجمهورية العراق وأمينا قطريا لحزب البعث العربي الاشتراكي عام 1979 ميلاديا، بعد أن قام بحملة لتصفية معارضيه وخصومه في داخل حزب البعث بدعوى خيانتهم للحزب. وفي عام 1980 ميلاديا دخل صدام حربا مع إيران استمرت 8 سنوات،
من 22 من سبتمبر عام 1980 ميلاديا، حتى انتهت الحرب بتفاهم سياسي عراقي إيراني في 8 من أغسطس عام 1988، وقام بعد انتهائها بإهداء إيران 120 طائرة حربية روسية الصنع. وقبل أن تمر الذكرى الثانية لانتهاء الحرب مع إيران، غزا صدام الكويت وأصبح مصدر تهديد لأمن الخليج العربي في 2 من أغسطس عام 1990 ميلاديا، والتي أدت إلى نشوب حرب الخليج الثانية عام 1991 ميلاديا. ظل العراق بعدها محاصرا دوليا حتى عام 2003، حيث احتلت القوات المسلحة الأمريكية كامل أراضي الجمهورية العراقية بحجة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ووجود عناصر لتنظيم القاعدة تعمل من داخل العراق. قبض عليه في 13 من ديسمبر عام 2003 ميلاديا في عملية سميت بالفجر الأحمر. ولد صدام حسين مجيد عبد الغفور سليمان عبد القادر بن عمر الثاني الرفاعي أمير تكريت، الذي يعود نسبه إلى علي بن أبي طالب، في قرية العوجة التي تبعد 23 كيلومترا عن مدينة تكريت الواقعة شمال غرب بغداد والتابعة لمحافظة صلاح الدين، والذي ينتمي إلى عشيرة البيجات الرفاعية لعائلة تمتهن الزراعة. توفي والده قبل ولادته ب6 أشهر، وتعددت الأقاويل التي فسرت سبب وفاته ما بين وفاة لأسباب طبيعية أو مقتله على أيدي قطاع الطرق. بعدها بفترة قصيرة توفي الأخ الأكبر لصدام وهو في 13 بعد إصابته بالسرطان. كانت العوجة التي تبعد 8 كيلومترات جنوب تكريت في شمال وسط العراق عبارة عن بيوت وأكواخ مبنية من الطين يسكنها أناس يعيشون في فقر. المياه الصحية والكهرباء والطرق الممهدة لم تكن معروفة، ونسبة الوفيات بين الأطفال مرتفعة، وكان سكانها يعملون في الفلاحة. ولما لم تكن هناك مدارس في العوجة، فإن الآباء القادرين يرسلون أبنائهم للدراسة في تكريت. ولد صدام في بيت يملكه خاله خير الله طلفاح، وينتمي إلى عشيرة البيجات السنية، إحدى فخوذ قبيلة البوناصر الحسينية النسب، التي كانت مهيمنة في منطقة تكريت. وفي الثلاثينيات كانت القبيلة معروفة بفقرها وبميلها إلى العنف، وكان زعماؤها يفاخرون بتصفية أعدائهم لأتفه الأسباب. كانت صبحة والدة صدام تتلقى بعض الدعم المادي من شقيقها خير الله طلفاح، الذي كان يسكن في تكريت وتكفل بتنشئة صدام. في النهاية، إذا أعجبك الفيديو أخي الكريم، أتمنى أن تشترك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد إن شاء الله، ولا تنسى اللايك والمشاركة، وأخبرنا برأيك في التعليقات إذا أعجبك الفيديو. شكرا لكم أعزائي الكرام.